اهلا بيكم. هنعمل النهاردة مع بعض البيتزا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعملها زي اللي بنشتريها من بره واحلى كمان. هتطلع معانا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. احلى واجمل بيتزا ممكن تعمليها في البيت، ومن اول مرة هتطلع معاكي العجينة ناجحة، واحلى واجمل بيتزا. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي 4 كوبايات دقيق بالمج اللي حضراتكم شايفينه ده. هنعاير بيه 4 كوبايات من الدقيق، وبعدين هضيف معاهم معلقة كبيرة من السكر، ورشة بسيطة من الملح، وهضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبعدين هنزود عليهم نص معلقة من البيكنج باودر. بيدي هشاشة للعجينة بتاعتنا وبيخليها ناجحة جدا. وهضيف 3 معالق كبار من الزيت. ده زيت نباتي عادي، ولو عايزين تستعملوا زيت زيتون هتبقى برضو جميلة. هنضيف المكونات كلها، وهضيف عليهم كوباية مية. المية دي مية فترة عادية. هنضيفها المية، هنضيف الكوباية في البداية، هنضيف كوباية مية بس، وبعد كده نبتدي نعجن، ونضيف كمية المية الباقية تدريجي علشان العجين بتاعنا ما يبصش مننا. نضيف كوباية في البداية، وبعدين نضيف بعد كده شوية بشوية، ونفضل نعجن فيها لحد ما العجينة بتاعتنا تخلص خالص وتنعم معانا. هتعرفي ازاي ان العجين بتاعتك بقت كويسة؟ اول ما تبتدي تخرج من ايدك، يعني العجين يبتدي يخرج من ايدك كده، وتبتدي ما تلاقيش خالص دقيق، تفضلي تدعكي فيها كده كويس وتعجني فيها لحد ما تنعم معاكي خالص، وتبقى عجينة ناعمة وطرية ومش بتلزق في ايدك. بصوا هتبقى بالشكل ده، هتبقى طرية معاكي بس مش بتلزق في ايدك. هغطيها بكيس من البلاستيك وهحطها في مكان دافي. هتاخد معايا في الصيف، هتاخد معايا وقت تخمير نص ساعة. نص ساعة هتستوي وتجهز معانا. يلا نعمل الصلصة السريعة بتاعة البيتزا. هجيب كمية من الصلصة، هضيف عليها معلقة كبيرة من السكر، ورشة من الملح، ومعلقة من الثوم البودر، ومعلقة كمان من الزعتر. وبعدين هنضيف اخر حاجة الزيت حسب ما حضراتكم عايزين. انا ضفت معلقتين زيت كبار من زيت الزيتون، وممكن تضيفوا زيت نباتي. هنقلب الصلصة السريعة بتاعتنا دي، وهيبقى طعمها حلو جدا، يعني بتدينا طعم جميل زي بتاعت بره بالظبط. هنقلب الصلصة كده مع بعض مع التوابل والمكونات اللي حطيناها، ونركنها على جنب كده. الصلصة بتاعتنا جهزت. هنروح بقى نشوف الخميرة العجين بتاعنا بعد ما خمر اهو بقى بالشكل ده. انا حاولت افضي منه الهواء، لازم نخرج الهواء كده من العجين بتاعنا علشان يدينا عجينة ناجحة طبعا. هخرج الهواء كويس منها، وهقسمها على صينيتين كبار. ولو انت الصواني بتاعتك صغيرة ممكن تقسميها على 3. دهنت الصينية بتاعتي زيت، دهنتها دهنة زيت حلوة كده. وبعدين حطيت كمية العجين، هفردها كده بأطراف صوابعي. هتتفرد معاكم بكل سهولة، ولو ما اتفردتش معاكي ممكن تركنيها 5 دقايق كمان وترجعي تفرديها، هتبقى معاكي بالشكل ده. هنحط بقى الصلصة اللي احنا جهزناها مع بعض، هنفردها كويس كده على وش العجين بتاعنا، هتبقى بالشكل ده. هنضيف بقى دلوقتي الحشوة بتاعتنا عبارة عن ايه حسب ما حضراتكم عايزين. انا عندي الحشوة بتاعتي هحط فراخ. عملتها ازاي؟ جبت قطع من الفراخ، قطعتها قطع صغيرة، وبعدين شوحتها بمعلقة سمنة ورشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة بهارات. بس ما ضفتش اي حاجة تاني على الفراخ بتاعتنا غير ملح وفلفل اسود وبهارات. وهحط بقى الفراخ بتاعتنا وندخلها الفرن بتاعنا متسخن من قبلها. لازم البيتزا بتاعتنا تدخل على فرن سخنة، ونحطها في الرف اللي في النص ونسيبها تستوي. تاخد معانا وقت 10 دقايق، مش هنزود عن 10 دقايق علشان البيتزا بتاعتنا تطلع ناجحة، وتطلع العجينة بتاعتها هشة وطرية ما تنشفش مننا. 10 دقايق نخرجها، وبعد كده نبتدي بقى نحط الجبنة.
هنضيف الكمية بتاعة الجبنة كلها حسب ما حضراتكم عايزين، وعلشان تاخدي مطة زي بتاعة بره بالظبط، وتبقى البيتزا بتاعتك الجبنة بتاعتها بتمط كده وجميلة، تحطي الجبنة بعد ما البيتزا تستوي، يعني في اخر مرحلة تحطي الجبنة وتدخليها تقعد في الفرن بتاعتك بالظبط دقيقتين. اول ما تلاقي الجبنة بتاعتك ساحت تروحي مشغلة عليها الشواية، هتاخد بالظبط ثانيتين او 3 وهتديكي اللون اللي حضراتكم شايفينه ده. هتبقى معاكي، هتخرج معاكي بقى البيتزا جميلة جدا، ومن تحت القاع بتاعها بصوا احمر ازاي. لازم تاخد معاكي اللون ده من تحت علشان تضمني ان البيتزا بتاعتك مستوية وما فيهاش عجين من النص. لازم تاخد معاكي اللون ده، وبعد كده هنخرجها هتبقى بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبتدي بقى نقطعها كده مع بعض، هنقطعها ونخرجها كده بحيث ان احنا نشوفها. الجبنة بتاعتنا بتشد وجميلة جدا جدا زي ما حضراتكم، يعني سر من اسرار البيتزا ان الجبنة بتتحط على البيتزا بعد ما بتستوي. بصوا ما شاء الله البيتزا مستوية كويس، والعجينة بتاعتنا يعني العجينة خفيفة وهشة ومستوية وجميلة جدا وطرية جدا. بصوا الجبنة بتمط ازاي زي بتاعت بره واحلى كمان. هنعمل احلى واجمل بيتزا في البيت، مش هتاخد معانا وقت خالص، وبمقادير وبمكونات من البيت، وهتطلع في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. عجينة هشة وجميلة، والجبنة بتاعتنا بتمط وجميلة زي بتاعت بره بالظبط. جربوا البيتزا بتاعتنا وان شاء الله الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.